ورأيت من نفسك الجفوة فيما بينك وبين ربك، لا تحس بالمحبة والتعظيم أو محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة سنته والعمل بهديه. إذا وصلت إلى هذه الدرجة أو أكثر فاعلم بأنك مريض القلب ضعيف الإيمان، إيمانك نقص. حاول أن تتناول المقويات التي تقوي الإيمان. تكثر من قراءة القرآن بتدبر، وتجالس الصالحين الذين لا تسمع منهم إلا ذكر الله، إلا ما يدعوك إلى الله. أكثر من النظر في أحاديث الترغيب والترهيب، أكثر من النوافل والتجئ إلى الله، فاطلب منه سبحانه وتعالى العفو والعافية.